السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. من غير لحمة ومن غير فراخ ومن غير أي بروتين خالص نقدر نعمل أحلى غدا في الدنيا وأجمل صينية بطاطس. طعمها وريحتها بجد وهم. جربوها معايا وإن شاء الله تعجبكم، فيها قيمة غذائية عالية قوي، ومش شرط عشان ما عندناش لحمة وفراخ إن احنا منعملش أحلى غدا في الدنيا. يلا بينا نشوف استخدمنا ايه في وصفة النهاردة وتوابلنا المميزة وأحلى مخلل طلعته معاكم اللي كنا مخللينه مع بعض. يلا بينا نبدأ الوصفة. معايا بطاطس، معايا بصل، معايا جزر، معايا كوسة، معايا فلفل ألوان أخضر وأحمر، معايا شطة خضراء لو مش عايزة يبقى فلفل أخضر. كمان معايا توم، معايا بصل. هقطع البصل جوليان زي ما انتم شايفين كده، وكل حاجة معايا هقطعها جوليان وهقطعها لقطع متوسطة عشان كله ياخد سوا واحد. اجمل واطعم واحلى صينيه بطاطس بدون لحوم ولا فراخ تقدري تعمليها في البيت. حلوه قوي بصراحه وريحتها خطيره وعامله مكونه كميه خضار كويسه فيها. البصل بتاعي غسلته غسله نظيفه، بصلايه وسط كده هقطعها قطع كبيره زي ما انتم شايفينها كده جوليان. وكمان هقطع الجزر والكوسه بتاعتي نفس الطريقه، ودي فص توم كبير هقطعه برضو ليه شرايح كده، بيدي تيست وطعم حلو قوي قوي في قلب الوصفه بتاعتي. بصراحة ريحتها كانت وهم. عملت جنبها شوية رز كده حباية وحباية، وطلعت المخلل، وكان عندي بتنجان مخلل وطلعت بقى المخلل اللفت اللي كنا عاملينه مع بعض. خطير، طعمه حلو وملحه مظبوط، ما زودتش مية ولا قللت حاجة في الملح ولا زودت اي حاجة في الملح، والحدق بتاعه او الملح بتاعه طلع مظبوط. معايا الكوس هقطعها طرنشات. اي خضار عندك، فاصوليا خضراء، بسلة، اي خضار عندك تحب تحطيه في الوصفة دي حطيه. معايا طماطم، كل ده بقطعه قطع كبيرة كده وشرايح كده زي ما انتم شايفين عشان كله ياخد من طعمه كله. آم، التوابل بتاعتنا حلوة، مديه تيست وطعم عالي قوي في قلب صينيه البطاطس كانك عاملاها بلحمه او بفراخ. والله العظيم خطيره قوي. تقدري تعملي جنبها اي نوع رز انت تحبيه، رز بسمتي، رز ابيض، رز اصفر، رز بالكاري، اي رز تحبيه اعمليه. لان هي بصراحه الوصفه نقدر ان احنا حتى ناكلها بعيش. بس هي خطيره قوي، كميه التوابل اللي فيها بالنسب اللي هقول لكم عليها مديه طعم حلو قوي. هقول لكم على كل التوابل الموجوده، ولو ما عندكيش هقول لك تحطي ايه بدايل. زي ما انتم شايفين قطعت البصل والطماطم والكوسة، كمان هبدأ اقطع الجزر لشرايح كده متوسطة عشان تاخد معايا نفس سوى البطاطس ونفس سوى الكوسة والبصل. معايا فلفل الوان كون حوالي نص واحدة اصفر ونص واحدة حمراء. معايا فلفل بارد اخضر او شطة زي ما انت عايزة تستخدميه. حلوة ان شاء الله تجربوها وتعجبكم لانها بجد مميزة وريحتها حلوة قوي. ممكن بمكونات بسيطة في البيت نعمل غدا حلو قوي، مش شرط عشان ما عندناش لحمة وفراخ يبقى احنا مش هنعرف نعمل غدا. الوصفة دي بجد على قد الايد قوي وحلوة وموفرة وبتطلع كمية كبيرة قوي. مع ان انا مستخدمة يعني 5 بطاطسات، مستخدمة بصلاية جزراية كبيرة 3 كوسات، يعني مستخدمة كميات صغيرة. الكميات دي لما اتقطعت على بعضها اتعملت كمية كبيرة وحلوة قوي 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 بصراحة. قطعت كده الفلفل اهو برضو شرايح، كله متقطع معايا القطع الكبيره، حتى الفلفل الاحمر مدي تيست. وبصوا الفلفل الاحمر ده والاصفر بصراحه اللي ما بيستخدموش فايته كتير، متوفر كتير في السوق وسعره كويس، بيوصل اغلى حاجه يوم ما بيوصل ل20 جنيه. حلو قوي، بستخدمه في السلطه، بستخدمه في ورقه اللحمه وورقه الفراخ، بستخدمه في البابا غنوج بشوي الفلفل الاحمر، كنت عاملاه معاكم قبل كده يوم ما طلعت على القناه. حلوة قوي بصراحة. يعني اللي ما بيستخدمش الفلفل الأحمر والفلفل الأصفر ده فايته كتير قوي، لأنه بصراحة حلو، بيدي تيست كده عالي قوي، بصراحة طعمه خطير قوي. اقطع بقى كل الخضار اللي معايا ده. وانا النهارده يعني كنت الاكله بتاعتي بسيطه قوي، فقلت برضو اصورها للناس الكتير اللي ممكن ما يعني ظروفهم ما تسمحش ان هم كل يوم يعملوا لحمه وفراخ. ادي صينيه بطاطس هي ممتازه والله العظيم، لو عملتها في عزومه لا تشرفك بطعمها، ولا حط عليها لحمه ولا حط عليها حتى لحمه مفرومه ولا حط عليها حتى حته يعني حته دهنه، يعني انا مش حاطه فيها اي حاجه تخص اللحوم خالص. وطلعت مسكره طعمها حلو، ومسكره يعني حلوه، يعني مش سكر، لا طعمها حلو. طعمها تحسي ان انت بتاكلي منها مش عايزه تبطلي، بعيش تاكلي، ب... برز تاكلي، اي نوع رز معمر بقى كاري، اي رز تحبيها تعمليه. بصراحة تحفة تحفة قوي. انا بشكر فيها لانها عجبتني جدا، ودي من اسهل واسرع صواني البطاطس اللي ممكن تعمليها في ثواني. انا كنت لحد وقت قصير مش عارفه اعمل غدا ايه، قمت في ثواني جمعت كل الخضار اللي عندي ده ورحت على طول مقطعاه كده وحط عليه بقى التوابل. الميزه بقى في التوابل اللي انا هعملها، ميكس التوابل اللي انا هحطه هو اللي هيديك التست العالي والطعم العالي واللون الحلو لصينيه البطاطس.
بمكونات بسيطه خالص من التوابل، رشه بسيطه او ربع معلقه صغيره من كل نوع توابل انا هحطه هقول لكم عليه. بس يعني على طول هاتوا التوابل دي في البيت ان شاء الله، لو يعني ب5 جنيه كاري، ب5 كركم، ب5 بابريكا، ب5 كزبره ناشفه، ب5 توم باودر، ده انت لو ب100 جنيه هتشكلي شويه توابل، مش شرط تجيبيهم مره واحده، كل ما يبقى معاكي فلوس تجيبي بيها التوابل دي تخليها في البيت. التوابل دي مهمه جدا، والتست بتاعها والطعم بتاعها بيفرق جدا في اكلات كتير. هقطع الكميه اللي عندي كلها، ودي اخر حاجه كنت هقطعها هو الجزر، وقطعت كمان فص توم غير اللي انا قطعته، مدي برضو طعم عالي قوي في صينيه البطاطس دي. التوم الشرايح يعني سبحان الله تقطيعته وهو شرايح غير وهو مفروم. بالنسبه للتوابل بقى اللي انا عماله اتكلم عليها، يلا بينا. انتوا عارفين ان الكزبره الناشفه انا ما بستغناش عنها في البيت، واللي متابع قناتي من زمان واللي متابع شغلي عارف ان انا بعشق الكزبره الناشفه. بحط من ربع معلقه صغيره بتاعه الشاي، كلها بمعلقه الشاي، ربع معلقه صغيره كزبره ناشفه، ربع معلقه صغيره كاري، ربع معلقه صغيره كركم، ربع معلقه صغيره فلفل اسود، ربع معلقه صغيره توم باودر، وربع معلقه صغيره 7 بهارات. وده التوم البودر اللي انا خزنته معاكو لما كنت بعمل تفريزات التوم، لحد الان موجود معايا، وان شاء الله السنه الجايه لو عشنا كل عمر لازم ازود منه لانه خطير قوي، احلى من بتاع بره كمان. هدعك كل ده مع بعضه، هروح بس اجيب معلقه ملح واحده مليانه. ليه هحط معلقه ملح؟ لاني انا هحط مكعب مرقه دجاج مفروم، لو ما عندكيش مرقه دجاج تقدري تظبطي الملح زي ما انت عايزه. لو حطيتي مرقه دجاج يا ريت ما تزوديش في الملح عشان الصينيه ما تطلعش معاكي حادقه قوي. ادي معلقه الملح اهي، برضو معلقه صغيره من بتاعه الشاي مليانه ملح، مع مكعب المرق كده الملح بتاعي مظبوط قوي. والتوابل بتاعتي بقى، هقول تاني التوابل وهكتبها لكم كمان في صندوق الوصف. التوابل كانت عباره عن معلقه كزبره ناشفه، ربع معلقه كاري، ربع معلقه كركم، ربع معلقه 7 بهارات، ربع معلقه بابريكا، ربع معلقه فلفل اسود، كمان معلقه صغيره من الملح. تاني كده 7 بهارات: كاري، كركم، بابريكا، توم باودر، فلفل اسود، كزبره ناشفه. كل ده ربع معلقه صغيره. هقلب كل ده مع بعضه وهنزل عليه بمج واحد من الميه عشان كله كده يتغلغل مع بعضه، والميه كمان هتنزل لسه من الخضار، فاحلى صوص هيطلع من صينيه البطاطس دي. هحط كمان معلقتين كده من الزيت وهطلعها على الفرن على طول تغلي معايا. اول ما تغلي معايا اول غلوه على عين البوتاجاز هقوم موطيه عليها وسايباها مع بعضها كده زي ما انتوا شايفين. والله ما قعدت نص ساعة على النار وكانت كل الخضار بتاعها مظبوط 100%. ده عملت رز حباية وحباية، وشايفين الصوص عامل ازاي، ولا لون البطاطس ولا جمال الخضار في قلب البطاطس. واقسم بالله احلى غدا ممكن تعمليه من غير لحمة وفراخ. ودوت بقى شكل المخلل اللي انا كنت مخليناه معاكم، مخلل اللفت. انا ما زودتش ملح ولا زودت شطه ولا زودت اي حاجه خالص، والله المكونات اللي عملتها معاكم هي طلعت معايا مخلل اللفت مظبوط 100%. كان عندي طماطم مخلله وبتنجان مخلل وفلفل مخلل، حطيته برضو كده في طبق. لزوم ايه بقى الحبشتكنات اللي حوالين الاكل دي. إيه، احلى صينيه بطاطس جربوها وان شاء الله تعجبكم. حطوا التطبيق بتاعكم على جروبي على الفيسبوك مطبخ هاني حازم، وكمان على قناتي على يوتيوب. اكتبوا تعليقاتكم عايزين اكلات ايه تانية كتير اعملها لكم. شايفين جمال التصوير التصوير ايوه طبعا التصوير حلو. شايفين جمال الصينيه بتاعت البطاطس خطيره قوي بصراحه. تقدري تدخليها تحت الشوايه تاخد لون، لو عايزه تقدري تحافظي كده على الصوص بتاعها، طعمه تحفه. يا رب الفيديو اللي عجبكم، اسفه اني طولت عليكم، ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل حاجة جديدة أنا بعملها. دمتم بألف خير وربنا يديمكم نعمة في حياتي. اكتبوا لي في التعليقات عايزين وصفات ايه تاني كتير، ومع السلامة.